السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. في بداية الفيديو متنساش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في البداية يا شباب انا جبت مشكلة او حل لمشكلة الدمج الوهمي عند اغلب الناس. طبعا اغلب الناس بعد التحديثات الجديدة كلها بيجي لها فيك دمج او الدمج الوهمي، فما بتقدرش تلعب، ما بتقدرش تاخد ادفانتج او تبقى هي اقوى من الخصم بسبب ان هي بتضربه كمان ومش بيتحسب له الدمج كله، فالدمج بيبقى وهمي. فالحل سهل وبسيط، وبلاش اللي يقولك ملفات، لان الملفات كلنا عارفين انها في الاخر هتجيب لك بان. بتلعب في ملفات الجهاز دي شيتنج بمعنى الهاك. فانت كده على عامه بتغش يعني. فانت لما تغش طبعا هتاخد بان، فبلاش الكلام ده كله. فانا نصيحه مني ليكوا يا اخواتي، بلاش الملفات، بلاش الملفات، وبلاش البرامج كمان. البرامج اغلبيتها بتجيب بان، مش دايما ومش على طول، بس بتجيب بان على طول، فاهمني؟ فيلا بينا ان شاء الله اوريكم الحل. اول حاجه هنحتاج ان احنا نروح على الاعدادات، وبعد كده هنعمل تسجيل خروج. هنعمل لوج اوت او تسجيل خروج من الحساب عشان نعمل اصلاح روتيني للعبه. هندوس على ريبير، هنختار روتين ريبير او اصلاح روتيني زي ما حضراتكم شايفين، اول علامات الصح على اول واحده بس، وهندوس على اوكي. هنستناه، هيطلب مننا ان احنا نراستر اللعبه، هندوس اوكي وهنستناه بقى يكمل زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب على ما يخش كده يا شباب، هفهمكم ايه الاصلاح الروتيني ده. طبعا التحديثات بتزيد فوق بعضها، فاكيد في مشاكل بتحصل في اللعبه، فحضرتك محتاج تعمل اصلاح روتيني عشان المشاكل دي تتحل. ومن المشاكل ديت هو الدمج الوهمي بسبب بطء وتهنيج الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين يطلب منك ان هو هيحمل معاك 100 ميجا. تمام، ده حاجه لا تذكر طبعا. فعلى حسب سرعتك هيحمل عندك، واول ما يخلص التحميل ده هيدخلك على واجهه اللعبه ان شاء الله. تمام كده، هو كده خلص التحميل. بعد كده هيطلب منك انك تراستر اللعبة. زي ما حضرتك شايف هدوس اوكي، هيراستر اللعبة لوحده اوتوماتيك، وهيدخل لك على اللعبة عادي زي ما انت اكنك بتفتح اللعبة لسه جديد. وهو مش هيطلب منك تحميلات تانية ولا تحميل داخلي ولا الكلام ده كله. ده مجرد اصلاح روتيني للعبة، ما بياخدش حاجة من الجهاز او ما بياخدش حاجة من النت، ما بيهلكش اي حاجة حرفيا. فحضرتك هتستنى لحد ما اللعبة تعمل تشيكن فور ابديت، وهتعمل تسجيل دخول على حسب الاكونت بتاعك، سواء بتويتر او فيسبوك او فون او ايا كان الربط بتاعك، فانت هتسجل بيه الاول. كده بعد ما سجلنا يا شباب هنخش عادي لللوبي، هيدخلنا عادي للصفحة الرئيسية بتاع ببجي موبايل. هنستنى اللعبة تحمل معانا. اول ما تحمل هنقفل كل النوافذ طبعا اللي فتحت ديت. وتمام كده، احنا كده عملنا اصلاح روتين اللعبه. دي اول خطوه واهم خطوه. تاني خطوه بقى يا شباب هنروح للاعدادات. بصوا يا شباب، احنا هنروح على الجرافيكس. الجرافيكس ده يا شباب اللي هو الرسومات دي يا شباب بتلعب دور كبير برضو على الدمج الوهمي. في الغالب الناس اللي بتلعب اتش دي ار وبتلعب اتش دي وبتعلي الجوده ديت بيبقى عندها مشاكل، لان الجوده كل ما زادت كل ما حصل مشاكل اكتر في اللعبه حرفيا. ففي ناس كتير بتواجه المشكله دي للاسف. الالترا اتش دي ار والاتش دي ار اكتر حاجه، انما الاتش دي والبالانسد والسموث حلوه. فالاحسن انك تخليها ثالثه اللي هي السموث، وتخلي الاكستريم اعلى حاجه زي ما حضرتك شايف، وتروح على الافنس. طبعا دي كل حاجه زي ما حضرتك شايفين معروفه. هتلغي بس الشادوز، تمام، وهتعمل ابلاي كالعاده دي زي ما حضرتك شايفين كده، وترفع البرايتنس على الاخر. كل اللي حضرتك شايفه ده هتعمله. تمام تمام لحد هنا تمام. بعد كده هنروح على الكروس هير والافكت. كروس هير والافكت ده يا شباب هنختار، هنسحب الشاشه كده من فوق، هنروح على افكتس. الضرر ده يا شباب كل الضرر بيبقى فيه مشكله الا الضرر الرئيسي اللي هو اللون الاساسي بتاع اللعبه الاحمر. انت هتعمل اللون الاحمر لان اللون الاحمر ما فيهوش اي فيك دامج او دامج وهمي. تمام، اللون الاحمر يا شباب هو اللون الرئيسي للدم، فعشان كده بيبقى افضل ان هو يكون احمر، لانه ما فيهوش اي مشاكل وبيقابلكش اي مشاكل في حوار الدمج الوهمي بالظبط. بس كده يا شباب هندوس على اكس، وهنخش مثلا ساحة، هنخش ساحة تدريب وهنشوف هيبقى عامل ازاي معانا. يلا بنخش الساحة ونشوف هتبقى عاملة ازاي معانا جوه في اللعبة.